الجلاش بيتعمل منه أصناف كتير، الحلو والحادق، وأشكال منه بتتعمل كتير وحلوة جدا. تيجي بقى نعمل شكل من الأشكال جديد وطالع ترند، اللي هو وربات الجلاش. وربات الجلاش بتتعمل بالمكسرات أو بالكريمة. تيجي بقى نشوف هيتعمل ازاي. هنجيب لفة جلاش، حتى لو عندك في الفريزر مفيش مشكلة، يعني أهم حاجة إن إيه يكون مش متكسر منه كتير. شوفوا حتى هنا انا بعمل بقى الرقات اهي، فيها منها متقطع مش متقطع متشقق، مفيش مشكله، بس اهم حاجه يكون الرق الاولاني يكون يعني سليم. هنجيب بقى الورقات، هنعمل السمن بكل طبقه وطبقه سمن، كل ورقه ورقه سمن. الورقه دي او الطريقه دي بتعمل حوالي 12، من 11 ل 12 ورقه جلاش. انا عملت حوالي 12 ورقه جلاش. بين الطبقات بنعمل سمن زي ما انتم شايفين اهي. بعد كده هنجيب الطروف وايه وهنسويها، لو فيها حتت مشرشره ولا حاجه هنسويها بالمنظر ده، وهنقطعه على مربعات. يعني انا لفه الجلاش عملت حوالي 9 مربعات زي ما انتم شايفين كده. بصوا هنقطع مربعات حسب يعني المقاس اللي انت عايزاه. انا عملتها متوسط، وهي في عاده بتتعمل متوسطه يعني. كده قطعناها. هنجيب صينيه وبعدين هندهنها بالسمن وهنبتدي نحشيها. انا حشيتها بالكسر، ممكن تحشيها باي حاجه انت عايزاها، بمكسرات، بالكسر، بالمهلبيه، باللي هي داخلها سميد، دقيق سميد، اللي هي النشا ودقيق سميد. اي حشوه ممكن تنفع معاكي. هنبتدي بقى نخلص المقدار كده بالمنظر ده، وهنطبقها زي المثلث، وهنرصها في الصينيه، وهندهن الوش برضو سمن. هنحطها على فرن 180 درجه، وهنبتدي نسقيها بالشربات. ممكن تسقيها بالشربات التقيل، وممكن تسقيها بعسل النحل. انا زقيتها بعسل النحل. اوكي، عندك عسل نحل اعملي، عندك اللي هو الشربات التقيل اعملي، مفيش مشكله خالص. هي عاده الحلويات الشرقيه بتتعمل بالشربات. وزوقتها بالفستق بالطريقه دي، وهتتقدم في طبق التقديم بالمنظر الجميل ده. احلى واشيك جلاش ممكن تعمليه لضيوفك. بص المنظر، بص الجمال عامل ازاي. هوريكم برضو طبقات الجلاش منفصله عن بعضها ومورقه بالمنظر الجميل ده، وشكلها حلو جدا. بصوا الجمال. ادي المثلثات او وربات الجلاش، احلى واشيك طريقه جلاش ممكن تعمليها لضيوفك وفي رمضان. يلا بالهنا والشفا على قلوبكم، وقومي بقى اعمليها لولادك، ومش هتاخد معاكي وقت خالص، لانها من اسهل الطرق اللي ممكن تعمليها. يلا بالهنا والشفا على قلوبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.